الأهداف والحوافز. أنت ليه بتعمل كده؟ التعافي محتاج طاقة ومجهود، مش هتقدر أنت تكمل لو ما كنتش عارف ليه أنت بتعمل ده. لازم تكتب قائمة تقول ليه أنا عايز أبطل. خد ورقة وقلم واكتب كل الأسباب اللي تخليك عايز تتعافى. علشان مثلا أنا عايز أتعافى عشان علاقتي بربنا، علشان صحتي النفسية والجسدية، علشان أقدر أكون في علاقة عاطفية صحية في المستقبل، علشان أبقى إنسان أفضل، علشان أعرف أحقق أحلامي وأهدافي، علشان أبدأ أحترم نفسي. خلي القائمة دي موجودة معاك وقراها كل ما تحس بضعف. حدد أهدافك سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة. الأهداف القصيرة بتتحقق في 7 أيام، 14 يوم، 21 يوم. الأهداف المتوسطة 30 يوم، 60 يوم، 90 يوم. الأهداف الطويلة مثلا 6 شهور، سنة. ومع كل هدف بتحققه لازم 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 تكافئ نفسك بطريقة صحية. أكلة مثلا حلوة، سفرية جميلة، اقرا كتاب جميل، أي حاجة تفرحك. مهم برضو إن احنا ندخل الروحانيات والدين. البعد الروحاني من أقوى العوامل في التعافي. الإيمان بيدي معنى وهدف للحياة، قوة داخلية كويسة أوي في الأوقات الصعبة. الشعور بالمراقبة، إن ربنا شايفك. أمل، أنت عندك أمل في إن هيحصل توبة ومغفرة من ربنا. فتعالى نخش في الخطوات العملية مهمة جدا روحانيا. أنت لازم تصلي الصلاة في وقتها. الصلاة بتنظم يومك، بتمنع الأوقات الفارغة، بتقربك من ربنا. ده لازم تطلب منه إن هو يعينك ويقويك. قراءة القرآن يوميا. القرآن بيطمن القلب وبيهدي النفس، حتى لو صفحة واحدة يوميا. المهم الاستمرارية. تالت حاجة الذكر والدعاء. لما تحس بمحفز حصل، اشكر ربنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الدعاء لازم تدعي تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رابع حاجة الصحبة الصالحة. صاحب ناس قريبة كده من ربنا. الصحبة ليها تأثير كبير جدا. ابعد عن الناس اللي هي بتشجعك على المعاصي. كمان لازم برضه انت تبقى عارف ايه اللي هيحصل في المستقبل. حياتك بعد التعافي هتبقى عاملة ازاي؟ خلينا نختم بحاجة تديك أمل يعني. تخيل حياتك بعد 90 يوم، بعد 6 شهور، بعد سنة من التعافي. على المستوى النفسي هتلاقي طاقتك أكتر وحيويتك أكتر. هتلاقي ثقتك بنفسك عالية. هتلاقي صفاء ذهني عالي جدا، وعندك قدرة رهيبة على التركيز. حاسس بسعادة حقيقية من الحاجات البسيطة. على المستوى الاجتماعي برضو هتلاقي علاقاتك أفضل مع الناس. هتلاقي عندك قدرة على التواصل الطبيعي. هتلاقي جاذبية طبيعية، الناس بتحس بالطاقة الإيجابية بتاعتك. على المستوى المهني مثلا هتلاقي إنتاجيتك أعلى، سواء في الشغل أو في الدراسة. قدرتك إن أنت على الإنجاز وتحقيق الأهداف أحسن. هتلاقي في نجاح ملموس في المشاريع اللي أنت بتعملها. على المستوى الروحاني مثلا هتلاقي نفسك قريب من ربنا. هتلاقي عندك ضميرك مرتاح. هتلاقي نفسك حاسس بفخر كده بنفسك. كل ده ممكن يكون ليك، بس انت لازم تبدأ دلوقتي. ففي النهاية البداية الحقيقية التعافي مش حدث مرة واحدة. ده رحلة مستمرة، رحلة بناء نفسك من جديد. فالخطوات العملية باختصار احنا قلنا ده كله نبدأ نلخصه. أول حاجة لازم تعترف بالمشكلة. تاني حاجة تحدد المحفزات بتاعتك بدقة. تالت حاجة تحط حوافز سواء كانت تقنية أو بيئية أو زمنية. تبني بدائل صحية اللي هي الرياضة، الهوايات، التواصل الاجتماعي. خامس حاجة استخدم التقنيات إعادة البرمجة اللي هي 90 يوم، اليوميات وهكذا. ثالث حاجة التعامل مع الانتكاسة بذكاء وفورا وما تستسلمش لو حصلت. سابع حاجة تلاقي شريك محاسبة أو مجموعة دعم. تامن حاجة تحدد أهدافك وتفتكر أنت ليه بتعمل ده. تاسع حاجة قوة البعد الروحاني اللي هي الصلاة والذكر والقرآن. عشر حاجة تخيل مستقبلك واشتغل على ده كل يوم. رسالة أخيرة، أنت أقوى فعلا مما أنت متخيل. المخ بتاعك قادر على إن هو يعمل تغييرات مذهلة. نفس المخ اللي اتبرمج على الإدمان قادر يتبرمج على الحرية. النهاردة مش بكرة، النهاردة خد القرار وابدأ الرحلة. يوم واحد في كل مرة. لو وقعت قوم، لو وقعت تاني قوم تاني، ما تستسلمش أبدا. الحرية مستنياك، والنسخة الأفضل منك أنت مستنياك.
يلا نبدأ دلوقتي. تمام. لو انت عايز تشارك رحلتك بتاعت التعافي بتاعتك هنا، عايز دعم او نصيحة، اكتب في الكومنتات وخلينا نساعد بعض، احنا كلنا في المعركة دي مع بعض. اشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم.